الناس اللي مستغربه ليه سبت الايفون 16 برو ماكس ورجعت للاس 24 الترا، اعملي لايك ويلا بينا. بص انا هقول لك حاجه كده بسيطه من ضمن الحاجات. تعال نفترض كده ان انا فاتح لعبه بلعب مثلا جنشن امباكت مثلا، لان انا بحب اللعبه دي جدا. بكل بساطه اللعبه دي ما فيهاش نسخه عربي، هي انجليش بس. هطلع الاس بن بتاعي عادي جدا، وهفتح هنا الحاجات دي. اي حاجه انا هنا مش فاهمها وعايز ان انا اترجمها في ثانيه، جاست ان انا بس هدوس هنا وهنزل تحت كده الاقي الترجمه. تمام. وهروح اقف على اي كلمه، انا مش هدوس، انا هقف بس كده. هقف شويه اهو، بص هيقول لي ايه: شاشه تعمل باللمس. طب انا مش فاهم معنى كلمه كنترول تايب مثلا، التحكم. ممكن اقفل دي كده واحركها يمين او شمال براحتي عادي جدا. اي حاجه هنا انت مثلا مش فاهمها، واللعبه اللي انت بتلعبها او ايا كان هي ما بتدعمش اللغه العربيه، انت بس هتقف، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. طيب بيترجم من انجليزي لعربي بس؟ لا، انت عندك لغات كتير تقدر تسويتش، يعني تقدر تترجم من هنا من انجليزي لعربي، تقدر تغير، تقدر تقدر تخلي اي لغة انت عايزها، تقدر تخليه هو اللي يتعرف على اللغة، تقدر تحط لغات جديدة، تخش تحمل اللغة دي. فالصراحة دي حاجة من ضمن يمكن 100 حاجة تقريبا موجودة في السامسونج مش موجودة في الايفون، وهنا بتسهل عليا حاجات كتيرة جدا. دي ميزة واحدة بس كده من ضمن المميزات اللي انا بحبها في الوحش ده. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك، ولو انت على التيك توك اعملي لايك واعمل فولو علشان ده يفرق معايا كتير ويخليني استمر. صلى على النبي، سلام.